وكل يوم يتصل ببابا ويسأله لحد ما رديت فعلا بالموافقة واستخرت ربنا وتوكلت عليه. فترة الخطوبة ما كانتش طويلة، وده كان قرار والدي لانه كان خايف مراته تعمل لي مشاكل تفركش بيها جوازتي، خصوصا انها ما بطلتش هي وبناتها خناق معايا على اتفه الاسباب من يوم الخطوبة. وكنت بساير الامور لحد ما اتجوز واخلص منها، وبعد ما امشي مش هيكون في حاجة تفتعل بيها مشاكل مع بابا. وكنت كتير باجي على نفسي وعلى اعصابي عشان تعدي الايام، بس بصراحة اللي كان معوض هو يوسف. كنت بشتكي له منها ومن تصرفاتها، وكان بيعمل المستحيل عشان يسمع ضحكتي ويخفف عني. وجي يوم الفرح، واللي بعد الفرح مباشرة خدني يوسف وسافرنا المكان سياحي، حجز جناح خاص لينا في فندق، والمفروض كنا هنقضي اسبوعين في الفندق ده وبعدين نرجع على شقتنا. وعدى اول 4 ايام من الاسبوعين وانا حاسه ان مفيش حد اسعد مني. ومع نهايه اول اسبوع في شهر العسل وكنت انا ويوسف بنتعشى في المطعم اللي في الفندق، فجاه لمحت احمد اللي كان خطيبي داخل الفندق وبصيت لي قوي وعينه مليانه غضب وانتقام. انا اتجمدت مكاني، مش عشان شفته، عشان حسيت انه ناويلي على نيه، خصوصا انه اختار مكان قريب قوي مني. وفضلت عينه عليا بشكل لفت نظر ناس كتير حوالينا. ويوسف لاحظ اني اتوترت وبطلت كلام وهزار، حتى اني ما اكلتش خالص. فقال لي بقلق: مالك يا حبيبتي، في حاجه ضايقتك؟ رديت عليه بصعوبه وقلت له: لا ابدا، بس حسيت فجاه بصداع وقبضه في قلبي. يوسف قلق عليا جدا وحاول يخرجني من الحاله اللي بقيت فيها فجاه، وانا كل ما عيني تقع على اللي باصص لي بشر في الترابيزه اللي قصادي اترعش من الخوف، لانه واضح انه ناوي على حاجه. يوسف خدني وخرجنا نشم هوا، ولما خرجت حسيت اني هديت شويه وحاولت انسى اللي شفته في المطعم، واقنعت نفسي انها مجرد صدفه عشان ما نكدش على نفسي في ايام المفروض انها اجمل ايام في حياتي. وفقت فعلا وضحكتي رجعت لي ونفسي اتفتحت تاني على الاكل. ويوسف صمم اننا نكمل عشان في مطعم تاني. واول ما دخلت وقعدت كنت تقريبا تخطيت الموقف اللي ازعجني ورجعت لطبيعتي. وفات تقريبا ربع ساعه ويا دوب العشاء بيتحط قدامنا وهنبدا ناكل، لقيت احمد داخل برضو المطعم وقعد في مكان برضو قريب مني. وساعتها اتأكدت ان احمد مش هيسيبني في حالي ومراقبني كمان. وقفت اكل وبان عليا التعب للمرة التانية. ويوسف اتفاجئ وقال لي: في حاجة غريبة بتحصل معاكي النهاردة يا نورة، قولي لي مالك بس. طب اخدك ونروح لدكتور؟ طلبت منه وانا بقوم من مكاني: عايزة ارجع الفندق يا يوسف لو سمحت، حاسة بهبوط وعايزة انام وارتاح. ورجعنا الفندق ويوسف كان قلقان عليا جدا وكل شوية يسألني ويطمن. ولما وصلنا للأوضة بتاعتنا ولسه يوسف بيفتح الباب، لقيت احمد جاي ورانا بيفتح اوضته اللي جنب اوضتنا انا ويوسف بالظبط. اتسندت على الحيطه وحسيت اني فعلا هقع من طولي. ليه التصرفات دي؟ وكل واحد المفروض شاف حياته خلاص. ليه احمد جاي ورايا لحد هنا؟ ومين اللي قال له اصلا اني هقضي شهر العسل في المكان ده؟ يوسف فتح الباب ودخلت اجري على الحمام وقفلت على نفسي وفضلت اترعش وخايفه، حاسه بعين احمد مراقباني وحتى الباب مقفول عليا. لازم امشي من الفندق ده باسرع وقت وابعد عن شره واذيته. لقيت يوسف جوزي بيخبط على الباب ويطمن عليا. خرجت له وطمنته، وبعدها فجأة لقيت درجة حرارتي بتعلى ومش قادرة حتى اتحرك. ويوسف فضل جنبي بيعمل لي كمادات لحد ما الدكتور اللي خلى الفندق يتصلوا بيه وصل. والدكتور كشف عليا وكتب لي روجيتة علاج واكد اني لازم اخد منه جرعات دلوقتي حالا عشان الحرارة تاني. ويوسف خرج فعلا وراح يشتري لي الدواء. وفجأة جالي اتصال على التليفون الخاص بأوضة الفندق. رفعت السماعة وانا بترعش من التعب، ووصلني صوت احمد وهو بيقول لي بتريقه: في عريس محترم يسيب عروسته في وش الفجر ويخرج؟ هو ده اللي سبتيني واتجوزتيه؟ وقطعته وما خليتهوش يكمل كلامه وقلت: ده انت مراقب يوسف كمان بقى، انت عايز مني ايه وجاي ورايا ليه؟ قال لي وصوته مليان حقد: ما تفتكريش اني لسه عايزك تبقي غبيه، انا عايز ادمر لك حياتك زي ما عملتي فيا. بسببك اترفدت من شغلي لما خليتيني اتعلق بيكي وبعدين مشيتي فجأة، وبسبب حالتي النفسية ما بقتش لا عارف اشتغل ولا ارتبط بحد ولا عارف اكمل حياتي. لا مش هسمح لك تعيشي حياتك عادي وتتجوزي وتخلفي وتتهني وانا حياتي تضيع وتتدمر بسبب انت. مش هترجعي من شهر العسل ده غير على بيت ابوكي متطلقة. قفلت السكة في وشه وانا مصدومة لأول مرة اكتشف ان احمد مش بس كان قاسي واناني، ده كمان نرجسي. كان شايف ان عصبيته وقسوته ومعاملته اللي مفيش بشر يتحملها عبارة عن حب، والمفروض طالما بحبه اقبلها. وعشان كده لما قررت اسيبه اتصدم وبقى هيهد الدنيا عشان ارجع له. وطالما مش هبقى ليه يبقى مش هبقى لحد غيره. هعمل ايه دلوقتي بس؟
التعب زاد عليا، ولما يوسف رجع لقاني في حالة أصعب. اداني العلاج وفضل سهران جنبي لحد الصبح، والساعة 8 الصبح صحيت على صوته عشان أفطر. كان أرق وأحن إنسان شفته في حياتي. بصيت له وحمدت ربنا 1000 مرة إنه بعدني عن شخص سام زي أحمد، وخلى من نصيبي زوج زي يوسف. خدت علاجي وفطرت وأنا بفكر أقول ليوسف على الحقيقة، بس خايفة عليه قوي. أحمد عنيف ومؤذي ومتوقعة أي رد فعل منه. فضلنا أنا وأحمد طول اليوم في أوضتنا، وبالليل كنت وصلت لقرار نهائي وقلت ليوسف وهو بيشرب قهوته: يوسف، ممكن نطلب منك طلب وأرجوك ما تناقشنيش فيه كتير. قال لي بابتسامة: هعمل اللي يريحك يا نورة، ما تقلقيش. ها بقى قوليلي طلب ايه؟ قلت له بتوتر: انا مش مرتاحة في الفندق ده، كنت بكدب نفسي، بس من وقت ما جيت هنا وانا قلبي مقبول. انا عارفة ان فاضل اسبوع بحاله والحجز هيروح علينا، بس فعلا مش مرتاحة ومش مبسوطة هنا وعايزة امشي. رد وقال لي بهدوء: طب تحبي نروح فين؟ اختاري انت المكان بنفسك وانا ما عنديش مانع. قلت له: نرجع شقتي، انا ما بحبش الفنادق. سكت يوسف شوية وبان عليه انه متضايق، بس قال لي: طالما ده اللي هيريحك خلاص موافق، بس اتكلمي معايا بصراحة يا نورة، انت مبسوطة معايا؟ في حاجة مضايقاكي مني؟ اتخضيت ان تفكيره راح لكده، وقلت له وانا بحلف والله العظيم مبسوطة، واول مرة في حياتي احس بالسعادة دي. اتخضيت ان تفكيره راح لكده وقلت له وانا بحلف والله العظيم مبسوطة، واول مرة في حياتي احس بالسعادة دي. المشكلة اني ما بحبش الفندق ده ومش مرتاحة فيه. وحسيت بعد ما قلت له كده اني اقتنع. وتاني يوم كنت اتحسنت وصممت نسافر، ويوسف نزل ينهي حساب الفندق على ما حضر الشنط لحد ما الباب خبط. فرحت افتح ولقيت احمد واقف قدامي وبيضحك ولسه هيتكلم، قمت قافله الباب في وشه. ودقيقتين والباب حسيت انه بيحاول يفتحه، والمره دي فتحته وانا متعصبه ولسه هتكلم لقيت يوسف قدامي وحاسه في عينيه بحاجه غريبه، وسالني: واقفه كده ليه؟ الكلام اتخنق جوايا واتوترت وانا برد عليه وقلت له: لا ابدا. بعدها لقيته بيسالني سؤال غريب وبيقول لي: هو في حد كان هنا يا نورة؟ قلبي فضل يدق بخوف. انا هقول له على الحقيقه، بس لما نمشي من هنا مش عايزه اي صدام، معرفش ممكن ينتهي بيني وبينه بايه. فقلت له بارتباك: ليه بتسال ليه؟ يوسف سكت وما ردش، وفضلنا ساكتين طول طريق السفر. وكنت مستغربه، مش بعاده يوسف يفضل الساعات دي كلها ساكت. ولما وصلنا الشقه كنت لاول مره ادخلها لقيتها زي ما اتمنيت بالظبط، وعلى الرغم تعبي من الطريق بس ما سبتش ركن في الشقه غير واتفرجت عليه. ويوسف كان بيبص لي بصات غريبه وساكت، وفجاه بص للشنط وهو سرحان كده وقال لي: انا عايز ارتب الشنط بنفسي في الدولاب، خليكي هنا او حضر لنا اكله خفيفه ناكلها. استغربت جدا لان دي حاجه المفروض انا اللي اعملها، بس مع اصراره سبته ورحت اعمل عشاء خفيف. وعلى ما خلصت رحت اشوف يوسف ما لقيتهوش، والغريب ان لقيت الشنط زي ما هي الا شنطه واحده كان فيها هدومي. بس في حاجه غريبه جدا، الشنطه دي كان فيها غير الهدوم شنط صغيره ليا، وفي شنطه منهم مفتوحه. ليه الشنطه دي بالذات مفتوحه؟ وفين يوسف؟ وانا حتى ما سمعتوش خرج من الشقه. وما حاولتش افكر كتير وقلت اتصل بيه اشوفه فين. ما ردش على طول، وبعد محاولات كتيره رد اخيرا وكلمني بعصبيه غريبه وقال لي: عايزه ايه؟ اتفاجئت من معاملته وقلت له: هو ايه اللي عايزه ايه؟ انت فين يا يوسف وخرجت ليه متاخر كده؟ اتنرفز اكتر وقال لي: شويه وراجع، ما تتصليش تاني، ما بحبش الزن. وقفل السكه في وشي، ووقفت بص للتليفون وانا حاسه انه وقع عليا لوح تلج من الصدمه. يوسف من اول يوم عرفته فيه عمره ما كان عصبي بيرد كده، ودموعي نزلت على صدمتي فيه، واحنا لسه يا دوب اول يوم لينا في شقتي. وعلى كسر خاطري وانا بطمن عليه سبت كل حاجه وحاولت اغمض عيني وانام، عايزه ابطل عياط وتفكير في كل اللي بيحصل لي الفتره دي. ونمت بصعوبه وصحيت فجاه وكنا الفجر. ببص جنبي ما لقيتش يوسف. احنا الفجر ازاي هو لسه بره؟ قمت بسرعه اجيب تليفوني واتصل بيه. حسيت بصوت التلفزيون في الصاله بره وانا ما كنتش فتحته اصلا. فتحت الباب ولقيت يوسف قاعد وباصص بعيد وشكله مهموم وسرحان وعينه مليانه الم وحزن. رحت له وانا زعلانه منه بس في نفس الوقت مرتاحه انه بخير، وقلت له: مش هعاتبك على الطريقه اللي رديت عليا بيها، بس عايزه اعرف سبب بعدك عني ومعاملتك معايا من وقت ما خرجنا من الفندق. للدرجه دي زعلتني؟ وقطع يوسف كلامي: ارجعي لاوضتك ونامي، انا ما بحبش كتر الكلام بالليل. واستفزني بكلامه فقلت بعصبيه: بس انا من حقي اعرف مالك، هو مش انا
مراتك؟ بصلي وعينه مليانه غضب، بس اتحكم في نفسه وقام من مكانه ودخل اوضه الاطفال وقفل على نفسه. فضلت واقفه مكاني متجمده، لا مش معقول يكون ده يوسف. وجريت خبطت على الباب وانا بعيط وقلت له طب قولي عملت ايه ضايقك وغيرك بالشكل ده يا يوسف؟ ارجوك ما تسيبنيش كده وانا مش فاهمه فيك ايه. وفضلت اخبط واترجاه يرد ويفتح الباب، بس ولا كانه سمعني. رجعت لاوضتي ودموعي على خدي، وفضلت كده لحد الصبح. والساعه 8 بالظبط لقيته خارج. جريت عليه وسالت رايح فين وعايزه اتكلم معاه. اتصدمت لما لقيته بيقول لي قطعت اجازتي ورجعت الشغل، عندك اعتراض؟ وقفت لدقيقه مش قادرة انطق، وبعدين قلت له بذهول قطعت اجازتك وراجع الشغل؟ انا كده اتأكدت ان في حاجة غلط. بس انت ما فكرتش الناس هتقول علينا ايه لما يلاقوك قطعت شهر العسل وراجع شغلك، وكمان في الحالة النفسية اللي باينة عليك بالشكل ده؟ يا يوسف حرام عليك، ارحمني وقول لي مالك. زعق لي وهو ماسك ايدي وبيهزني جامد بغضب شديد وقال لي انا بكرهك وما بقتش طايق اشوفك، ومسألة جوازنا مسألة وقت مش اكتر، وبعدها هرميكي زي ما لقيتك اول مرة واقعة قدام عربيتي في الشارع. انا ما بحبكيش وبكرهك، وما ندمتش على حاجة في حياتي اكبر من جوازي مني. قلبي كان هيقف وانا شايفة في عينه كره وغضب اكبر بكتير حتى من اللي باين عليه. وسابني وقفل الباب وخرج. ومن شدة الصدمة عليا فضلت واقفة مكاني كتير ساكتة وحاسة اني في كابوس، لحد ما مسحت دموعي وقررت اني لازم اعرف حقيقة معاملته. يوسف مش بالقسوة دي، انا متأكدة، ولو فعلا ما كانش بيحبني فانا بحبه ورافضة الطلاق، ومن حقي احافظ على بيتي واحاول بكل الطرق رغم النار اللي في قلبي ودموعي اللي فضلت على خدي طول اليوم وانا برتب الهدوم في الدولاب وبعمل الغداء. ولقيته راجع رغم انه ما كملش ساعتين بره البيت، وبرضه تجاهلني وشكله كان مرهق جدا. ودخل اوضه النوم وغير هدومه، ودخلت عليه وسالته بكل هدوء مش هتتغدى معايا؟ انا ما اكلتش من امبارح وما بحبش اكل لوحدي. ما ردش عليا بسرعه، ولما كررت سؤالي قال لي بعصبيه لو سمحت انا مرهق وعايزه انام، اطلعي واقفلي الباب وراكي ومش عايز ازعاج. خرجت من سكان. يوسف شكله فعلا تعبان ومرهق وصعب عليا جدا، وحاولت اسمع كلامه بس ما هنش عليا اسيبه من غير اكل. حضرت اكله سريعه وعصيره المفضل ودخلت له، وزي ما توقعت لقيته نايم على السرير ومفتح عينه وسرحان. حطيت الاكل جنبه وقعدت وانا بحاول ابتسم وقلت له لو ما اكلتش مش هاكل. فضل باصص لي باستغراب كتير. حسيت انه محتار وعايز يعرف حاجه شاغله باله، فقلت له انا هعتبر اللي انت قلته الصبح مجرد لحظه غضب، بس بعد اذنك يا يوسف مش عايز اسمع الكلام ده تاني. سالني فجاه وقال لي والحزن مالي عينه نوره ليه اتجوزتيني؟ تفتكر انا استحق ان اتجوز واحده لسه بتفكر وبتحب خطيبها الاولاني؟ ليه عملتي كده؟ اتنفضت من مكاني بذهول. بس انا كده فهمت، كنت متخيله ان ألاعيب احمد هتكون معايا انا وبس، لكن ده كمان شك جوزي فيا. فلسه هتكلم لقيت يوسف بيبص لي بوجع وقال لي انا ما كنتش استحق منك تعملي فيا كده. لما وافقتي على جوازنا وحاولتي تنسي حبيبك الاولاني وما عرفتنيش ليه ما صرحتنيش بالحقيقه؟ ليه كملتي وليه حطيتيني في الموقف ده؟ صرخت وانا بعيط وبدافع عن نفسي وقلت هو اكيد اللي فاهمك كده يا يوسف. احمد بالنسبه لي كان فتره في حياتي وانتهت بكل ما فيها. الذكرى الوحيده اللي باقيه لي منه وفاكراها اني كنت هعمل له محضر لانه ماشي يسوق سمعتي في كل مكان ويقول كلام ما حصلش، لان سبته وما رضيتش ارجع له رغم انه ترجاني كتير. ولما قابلتك عرفت اني ما حبيتهوش اصلا. احمد كان في الفندق بتاع شهر العسل وبيطاردني في كل مكان، عشان كده ما كنتش مرتاحه وصممت امشي. ولقيت يوسف خرج سلسله من جيبه وفتح القلب المتعلق فيها وقال لي باتهام لو كلامك ده صح ليه السلسله اللي فيها صورتك وصورته كانت في شنطتي؟ ايه اللي خلاكي تاخديها معاكي لشهر العسل؟ وليه لما لقيتيه بيطاردك ما قلتليش؟ احمد بعت لي رساله وقال لي على السلسله دي وطلب مني اطلقك. ما صدقتوش لما دورت على السلسله في شنطتك لقيتها. وصلت لعندك ازاي لو ما كنتيش حطيتيها بايدي؟ بصيت للسلسله بصدمه، انا اول مره اشوفها في حياتي اصلا وما اعرفش ايه اللي وصلها لشنطتي. حلفت له ان ما اعرفش عنها حاجه وكملت كلامي وانا بعيط وقلت انا ما رضيتش اكلمك عليه واحنا مخطوبين لاني اعتبرته ماضي وانتهى، وخفت اقول لك واحنا في الفندق انه مراقبني لا تتخانقوا مع بعض. قررت احكي لك لما نوصل لبيتنا، بس من وقت ما رجعت وحالك
متبدل وتفكيري كان متشتت ومتلخبط. ما كنتش متخيلة ان تصرفاتك دي سببها شكك فيا. عموما انا باكد لك ان السلسلة دي حد حطها لي مخصوص في حاجتي. وتفكيري فجأة راح لمرات ابويا، بس مش عارفة برضو قدرت تعمل كده ازاي. فقلت له قبل ما تقرر تظلمني وتطلقني لازم تدور على الحقيقة الاول. السلسلة دي يا اما حد حطها لي واحنا في الفندق، يا اما مرات ابويا اللي حطتها لي. مفيش تفسير تالت، ارجوك يا يوسف صدقني. حسيت ان يوسف بدأ يصدق فعلا اني مظلومة، ولقيته قال لي لو في الفندق فاعرف حد بيشتغل هناك يقدر يجيب لي تسجيل كاميرات المراقبة في الفترة اللي قعدنا فيها واشوف كان في حاجة غريبة ولا لا. وبعدها يوسف قعد يتكلم مع واحد صاحبه تقريبا لمدة نص ساعة وقفل، وفضل متوتر جدا لحد ما في رسالة اتبعتت له على الفون بالليل متأخر. الرسالة دي كان فيها مقاطع فيديو كتيرة لأيام مختلفة بالطرقة اللي قدام الأوضة في الفندق، وشوفنا أحمد وهو بيتكلم مع واحدة من عاملات النظافة في الفندق وادالها حاجة في ايديها بس ما بانتش في الفيديو. لكن اللي انصفني شوية هو الفيديو اللي احمد خبط على بابي فيه بعد ما يوسف نزل ينهي حساب الفندق وقفلت في وشه. بس ده ما كانش دليل قاطع برضو يبرئني. لقيت يوسف لبس وبيحضر نفسه علشان خارج وقال لي بصدق انا هعمل زي ما انت عايزة يا نورة، وبدور على الحقيقة وبردلك حقك، بس عايز اعترف لك اني كنت كداب لما قلت لك بكرهك. كانت في لحظة غضب لاني ما حبيتش قدك في حياتي. وقلبي اطمن انه بدأ يصدقني، وصممت اكون معاه وما سيبهوش لوحده. وبعد اصرار نزلنا وسافرنا للفندق، ولما وصلنا حاولنا نلاقي العاملة اللي شفناها في الفيديو، ولما لقيناها قدرت ان اخدها على جنب انا ويوسف ونتكلم معاها. بس يوسف هددها وقال لها وهو بيوريها الفيديو لو ما اعترفتيش الشخص اللي معاكي في الفيديو ده كان طالب منك ايه بالظبط هبلغ فيك الادارة وهتترفدي، والدليل معايا، اعترفي بهدوء واوعدك مش هاذيك. لقيناها بتبص لنا وهي خايفة، وبعديها قالت هعترف، في واحد حجز الأوضة اللي جنب أوضتكم ووصل قبلكم بيوم واتفق معايا احط سلسلة في هدوم مراتك وانا داخلة انضف الأوضة، وكنت مرعوبة وانا بعمل كده ومن التوتر خبيت السلسلة في اول حاجة قابلتني في حاجتها. ارجوك انا غلبانة وما صدقت لقيت شغلانة. بصيت لي يوسف بعتاب لما براءتي ظهرت وخدني ومشينا من الفندق، وفضل يعتذر لي كل دقيقة واحنا راجعين، وكنت بعيط. ولما وصلنا شقتنا قال لي انا غلطت وشكيت فيك، بس صدقيني حقك هيرجع لك بالكامل ومش هيفلت مني بعملته دي، سيبي لنا الموضوع ده وما نفتحيهوش تاني. كنت خايفة يوسف يتهور بس طمني وقال لي وهو بيضحك على فكرة انا ما قطعتش اجازتي ولا حاجة، بالعكس انا مديتها وهنتفسح في كل حتة وهعوضك الايام اللي فاتت وانسي كل اللي حصل خالص كأنه مكان. ابتسمت وفرحتي ملت قلبي من تاني، واختفى اي تهديد كان بيجيلي، ونسيت فعلا اللي حصل. وبعد شهرين من جوازي كنت بزور والدي ولمحت اللي اسمه احمد ده بالصدفة، بس الغريبة بقى انه اول ما شافني اترعب ومشي في طريق تاني وتقريبا كان بيجري. وساعتها افتكرت كلام يوسف وانه مش هيسيب حقه وهيحميني. ضحكت من كل قلبي بسعادة وانا حاسة باجمل احساس ممكن ست تحسه مع جوزها، انها في امان.